السلام عليكم. اليوم عندنا محمصة بالدجاج من مطبخ أم كوثر الجزائرية ديزاد. في الكيكوطة سخني شوية زيت وسمن ولوحي لهم الدجاج تاعك، خليه يتقلى مليح مليح، ومن بعد زيديلو البصلة كبيرة مرحية رقيق، خليها هي ثاني تدي وقتها في التقلية، ومن بعد لوحي لها حبة طماطم كبيرة مسكرفجة وطماطم مصبرة، خليها مام هي على النار هادية تتقلى. أحكمي حبة تاع زرودية كبيرة وحبة كورجات كبيرة، قطعيهم صغار مكعبات صغيرة، إذا كانوا حبة صغار ديري زوج زوج، ولوحيهم في الكيكوطة تاعك مع ثوم مهرس وفلفل راموش هذاك الحمر اليابس، معاهم الملح ما تنسايش، وخليهم يتقلاو ثاني مليح. إذا كان عندك حمص نص طياب لوحيه في هذه المرحلة مع قرن فلفل خضر حار مع عكري وكاري الدجاج وراس الحانوت وكمون، زيدي خليهم يتقلاو مليح ومن بعد مرقي بالماء السخون. احكمي المحمصة تاعك، انا خدمت بالتعسيم، ادهنيها بالزيت، ما تكثريش بزاف، غير دهنة خفيفة، ومن بعد اغسليها بالماء وحطيها تكتر. كي طيب المرقة لوحيها، اذا شفتي المرقة مش راح تكفيك زيدي قبل المعاودي مرقي شغل، ومن بعد كي يغلي لوحيها، اذا شفتيها تكفيك لوحي ديريكتومون وخليها تطيب، بصح ما تغفليش عليها بقاي ساعة على ساعة، حركي. كي تطيب وتعقد زيدي لها كزبر مقطع، انا ما كانش عندي على بها ما درتوش. جات بنينه بزاف، يعطيك الصحه مولات الوصفه، وان شاء الله نتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله.